20 سنة ما تغيرت مكانك؟ لا أبدا. ولا متر ما تحركت؟ والله ولا قدم واحد رجلي ما مشي. ولا نزلت في الارض؟ لا والله. يعني ما نزلت من السرير لك 20 لا سنة؟ لا ولا قدم ما مشيت. طيب وش الهدف؟ ممكن نستفيد حكمة احنا من عندك. لا لا. ها؟ والله يا اخي ما حكمة ما اساسا. لكن ممنوع من النزول؟ ممنوع. من منعك مثلا؟ لا. ليه مواضيعنا خفيفة. ممكن نستفيد. لا. ما تقول أنا طالب علم؟ أنا طالب علم يعطي خبره. أنا طالب علم. لسه ما يعني زلت. يستغرب الواحد 20 سنة وانت على السرير هنا ما تحركت، تقول ما نزلت شبر واحد. والله الشمس والمطر وانت في مكانك هذا. عادي إنسان طبيعي بشر عادي. طبيعي جدا. بشر عادي. بشر عادي. سبحان الله. حياك الله بارك الله. كيف وضعك مع الصلاة على صار لك هذا المكان؟ والله هي هذه عادي. كيف تصلي طيب؟ أي صلي طوال. صلي وانت مكان جالس. أي. ما لك رغبة تحج؟ ليه رغبة نمشي في الوطة دي ذاتها كده أقلل كده رغبتك ننزل في الوطة دي ذاتها. ما تقدر تنزل؟ لا بنقدر لكن ما تنزل. ما ننزل. ممنوع. ممنوع. ألغاه في اليم مكتوفا وقال له إياك لكن ممكن انا بمسك يدك. شوف شو اسم الاخ؟ جمعة. يا اخ جمعة. نعم. بمسك يدك واقرا آية الكرسي وانزل معي. هذه قصة أنا ما ممسوس. طيب مش يمنعك ما تنزل؟ والله ودي جدا. كأني تيمية. قال ما ممسوس. لا ما هو الله يغيك أدب الحوار. هذا كويس. لا الدعوة والدعاء. نعم. لكن هذه طبعا نعم. أقول هذه من الأمور يعني المستغربة أن الإنسان يسعى على سرير وما شاء الله شوف كتب عندك أطلب علم تقول ما أستطيع أنزل. ما وجدت من العلم ما يحثك على النزول والحركة؟ والله المسألة ما وجدت لها مسألة حكم ما الشيء لا نزل ولا اعتكاف لا شيء تعليمات وما زلت أنا. تعليمات من وين يا شيخ جمعة؟ اللي بس ما لكن لو تعليمات كم 20 سنة ما تستطيع تخرج من التعليمات هذه الرقية الشرعية. وإذا خالفتها يحصل سليم العقل. واضح انك سليم العقل. سليم. لكن من اجل ما يكتبون مكتوفا يعني مثبت على لا السرير. بأسحار وكذا. لا تعليمات جات لي بالحلة غصبا عنك تنفذها وهذا هو انا جيت هنا وما زلت منتظر التعليم. يعني بكره قال لك انزل تنزل. حسن قال لي انزل. بس انا يعني انزل يا مصدر التعليمات بس فهمت انه مثلا في اولياء مثلا حكموك. والله اخي انا ما دي خليها كده بس. ما هو واحد من الاثنين. صرحت لنا بقى جمعة. ما بيدي جمعة. ولو نزلت البحث شنو؟ والله يا سيدي لو نزلت العقوبة شنو؟ لا توديني الاعلام ولا يا شيخ مصر؟ لا يا اخي انت ودوني اعلام يا جماعة. هذا الاعلام معك. الاعلام ما اعرفه وقتها. قلت لي لو نزلت البحث شنو العقوبة شنو يا شيخ جمعة؟ والله يا كيف فكروا انا ما اقدر اتبع الحاجة ما بعرف العقوبة التأجيل. كيف هو فكروا سؤالك الآتي بعد ما حكموك هل قالوا لك مثلا والله إن نزلت احنا هنعاقبك؟ لا يقطعوا كراعك يقطعوا البحث. طيب جميل يا شيخ جمعة. انت من جهة التعليمات دي نفذت على اي اساس؟ ما هنا بنعرف التعليمات قبل خالفت عقوبتك في تعليمها. ايوه جميل يا شيخ كويس. زي شنو مثال يعني؟ تعليمات دقيقة عبد المنعم. اول اساسا اول حاجه انا ماسك اللالو الالفيه طبعا لا اله الا الله. اي بعملها 70,000 أربع مرات في الليله الواحده 70,000 مرة. الصلاه على النبي بتفل واحده 70,000 مرة. هذه شنو استغفار ولا هذه؟ لا اله لا اله الا الله. بعمل الصلاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله الحمد لله كويسين والله. الله يرضيك. ان شاء الله طيبين. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كويس. كيف حالك؟ بارك الله. هاي كذا جاب طيب بسألك يا شيخ الله عز وجل قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأنت تقول تعمل لا إله إلا الله 70,000 مرة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 20,000 مرة، وقال لك خفض العدد ده ما خفضته جاتك العقوبة هذه. طيب الله عز وجل أمر بالذكر المطلق، واذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا من غير تقييد. نعم لكن والصحابة يا شيخ جمعة هل أنت ذكرت أكثر أم الصحابة؟ أفهمني. إيه؟ أنا ما زي الصحابة ولا قدر. طيب الصحابة اللي تحملهم وجسمهم أعطونا بصرة في الجسم. نعم. في الآية. أي هذه لكن ما في الصحابة. لا عارف. نعم. ما قصدك يعني تفاوت الأجسام. البشر في البشر يعني. البشر تفاوت. نعم. كويس. حتى في العقل وفي الجسم.
اي انا يمكن الشيء اللي يقدر شيء فوتني يعني زي نعم ما عنده كهرباء زي ما نور كويس ماشي ماشي. يمكن التخفيض ده العالم منا قدر منا. اي طيب يمكن قال لي خفضه يمكن يفوتني ساكت ولا لا الجهة لكن لا الجهه دي معناها لكن ما جربت نفسك أنت؟ بالنسبة نزل معي الحمى من إيش؟ لما عوقبت لكن لو أعانك بعض الإخوان وحملوك ما صحيح مجال. لكن جربت أحد قرأ عليك رقية الشرعية ربما تستفيد وتنتفع؟ لا يا سيدي انا لست ممسوس. طيب القراءة طيب ليست هذا للممسوس فقط. القراءة ليست للممسوس فقط. غير الممسوس. انت غير الممسوس. لا حتى السوي. السوي. وليش؟ تحصين من باب التوسل الى الله عز التحصن. وجل. انا اتكلم مع واحد. التوسل الوسيله. لا التحصن الوسيله خليها بالتحصن بس. التوسل الوسيله التحصن بس بآية الله. قاعدة جليلة هاي قاعده هي يا شيخ خليل هي واحدة. التحصن بالقرآن نعم التحصن مش ممسوس لكن تتحصن ممكن. انا قاعد اتحصن. عندك ورقة قرآن قاعد تقرأ كل يوم. بقرا طوال كويس. بقرا ما تيسر. يلا انا قبل انت ما جاوبتني. نعم. طيب انا ما قلت لك انه احنا بنعرف انه بننفذ تعليمات الله. يعني ما جانا في القرآن الشيء جانا في السنة بننفذه. يعني ربنا قال لنا اقعد بنقعد. امشوا مشينا صحيح؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا امشوا مشينا اقعد. لكن ان جاء بشر زيي وزيك اداك تعليمات. احنا نريد نعرف باي حق انت نفذت تعليمات البشر. احنا ما سالناك الجهه اللي امرتك. انت اذا قلت والله امرني الله لا ما امرك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب امرك بشر عاديين باي حق انت اتبعت هؤلاء البشر العاديين؟ خلينا من البعض الناس في ظاهر ان اللي جاز الحاكم ده قبض الكلبشه تقول لي باي حاجه مطيعه. لا ما كلبشني غصبا عني. ودي ما غصبا عني انا بقول لك شنو؟ يلا ما في قوه اعلى من خلها على الظاهر. خلها على الظاهر دع الباطل. لا ما هي المسائل كلها كويس يا شيخ جماعه. ربنا من الاسماء الظاهر والباطن. شيخ جماعه في قوه اعلى مني سببتني يا جماعه. جميل احنا فهمنا في قوه اعلى منك سببتك. ظلما ما بتقدر تحكمها بالظلم. انا طالب علم يا جماعه على قدر حالي. طيب في الامر ده ذاته يا شيخ جماعه. نعم. في جهه عليا امرتك انك تعمل كلامك ده. وفي جهه اعلى منها امرتك بكلام مخالف لكلامك ده اللي هي جهه المولى سبحانه وتعالى. صلي صوم امشي حج يعني درس الناس العلوم الشرعي تصل ارحامك. دي قوه عليا قوه الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنا بقول لك مجبر. طيب لا حتى لو أجبرت. أمر الله ورسوله هنا. أمر الله ورسوله مقدم. بأمر الله ورسوله. أنا ما معترض عليهم لكن أنا بقول لكم في قوة. طيب لو أنا شيخ مطر هو الراجل ده. أنا لو أجبرني إنسان مثلا أذن المغرب. نعم. وأجبرني إنسان قال لي لا ما أصلي وأنا أستطيع إنه أنفلت من الإنسان ده وأخالف. الواجب عليه شنو؟ تنفلت الصف. انا السراج انا كان لاقي طريقه تفليتي من المحل ده الله يقدرني عليها. طيب ده اقول لك الله حاجه. يقدرني عليها ان ينفلت. طيب الحاجه دي يا شيخ جمعه انا ما كان قربت اصل معك لحاجه. نعم. انا ما سالتك سؤال معين انه هذه الجهه انت قلت انه ربنا عز وجل امرك انك تصل ارحامك زي ما قال لك تمشي تحوك تصلي الى اخره. في جهه قالت لك لا تجلس في هذا المكان كويس. معناتها هذه الجهه ظالمه مخالفه كلام الله صحيح؟ طيب هذه الجهه سالناك انت اذا نزلت بتعاقبك قلت الله اعلم. كده انت كده جرب وانزل اذا عاقبتك مسيتك باي سوء احتسب الاجر عند الله. لكن هل خذت تجربه النزول؟ هل مثلا يعني حاولت ان تنزل تجرب؟ ما انا خالفت قبل كده وعوقب. وش قال جلد مثلا في المنام بالحلم يا شيخ في المنام. ايوه جلد في المنام واصبح مأموما. الحلم ما يبنى عليه حكم. لا يبنى عليه حكم. سيدنا يوسف بنى على احكام كيف؟ شرع من قبل. هذا نبي شرع من قبلنا؟ نعم. لا ما سيدنا ما قصص نفذها كيف الملك. بس هذا نبي. هذا نبي رؤياها وحي. الرؤيا الصالحة. أرى 7 بقرات. الملك نبي. لكن أولد هذه الرؤيا. الملك ما الأول نبي ولا ما نبي؟ أيوة. الأول نبي. نعم الأول نبي. والنبي وحي من عند الله. نعم. لكن هذا نقول أضغاث أحلام الرؤى. ما سيدنا يوسف يقول له هذه خلي بالك ما يا نعم يا شيخ جمعة. سيدنا يوسف كان يقول